هل كنت تعلم أن الجزائر ضربتها قنبلة نووية تساوي 4 أضعاف قنبلة هيروشيما اليابانية؟ في 13 من فبراير عام 1960 فجرت فرنسا أول قنبلة نووية في صحراء الجزائر اسمتها باليربوع الأزرق. ادعى المستعمر أن منطقة تنزروفت خالية من السكان للقيام بتجاربه النووية، لكن الفاجعة أن مدينة رجان كانت على بعد 10 كيلومترات فقط تعج بآلاف السكان أصبحوا فيما بعد ضحايا للسموم الإشعاعية. بعد 4 تجارب نووية فوق الأرض قررت السلطات الاستعمارية أن تجري تجارب في منطقة عين إكر داخل جبال الأهاجار، وخلال تفجير قنبلة تسربت النفايات النووية في الهواء والمناطق المحيطة. في المجمل أجرت فرنسا 17 تفجيراً نووياً بين عامي 1960 و 1966 خلفت أضراراً كبيرة على البيئة وتسببت في قتل أكثر من 40,000 جزائري وتشوهات خلقية لا زالت تطارد الأبرياء ليومنا هذا. رغم مرور أكثر من 6 عقود على الكارثة، لا تزال فرنسا ترفض تقديم التعويضات للجزائريين وتنظيف مخلفاتها النووية التي بقيت تلوث العلاقات بين البلدين.